بسم الله، أول حاجة كده معايا لحمة، أي قطعية أنتم تحبوها، أنا باحب القطعية الحمرا دي والطاسة مش محروقة ولا حاجة، الزبدة اللي أنا حاطاها هي لون الطاسة كده عمل في التصوير مع اللون الدهبي، تمام. حطيت حتة سمنة أو زبدة، وبعد كده شوّحت فيها اللحمة وحطيت حتة الدهون دي بتدّيها طعم حلو، وبعد كده رشيت ملح وفلفل أسود، مش هيفرق خالص لو ما رشيتيش يعني الملح في السِوَى، مش بيفرق ولا حاجة. مش بيفرق في السِوَى ولا أي حاجة، عادي حُطّي الملح من الأول ما فيش مشكلة، ملح وفلفل أسود وبهارات لحمة فقط. أول ما تلوّن كده واقلبها، بانزل عليها ببصلاية مفرومة، وأنا باحب أفرُم معاها فلفل حامي، لو مش بتحبي خلاص. بعد كده هانزل على اللحمة بتاعتي بمَيّة أغطّيها، وأنا حطيت حبّهان ورق لورا بس مش عارفة ما اتصوّرتش ليه، وهاغطّيها واسيبها تستوي. هنعمل مع بعض ملوخية. جِبت هنا شوربة، أي شوربة موجودة عندِك بقى، بَط، فراخ، حمام، براحتك خالص، وحطيت فيها معلقة توم شوية من الكزبرة كده والفلفل الأسود، وبعد كده نزلت بالملوخية أنا بافرّزها كده وباطلّعها وهي مجمّدة مكعبات أحطها بالشكل ده. نعمل الطشة بقى اللي هي طبعًا كلنا عارفينها، سمنة أو زبدة، وحطيت توم مفروم وكمان رشة كزبرة ملح وفلفل أسود، وباحب أحط برضه فلفل حامي معاها. بُصّوا بقى اسمعوا أحلى صوت طشة، والملوخية بجد تجنن. بُصّوا الجمال، شايفين عاملة إزاي؟ الملوخية يا جماعة خطيرة بجد تحفة جدًا. بس كده هنعمل بقى شوربة لسان عصفور، وهاقول لكم إزاي تخلّوه مفلفل معاكم كده زي ما شُفتوا في أول الفيديو، بيبقى مفلفل كده وجميل. حطيت معلقة زبدة وحمّرت فيها شوية لسان عصفور بالشكل ده لحد ما أخد معايا لون دهبي حلو، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. هانزل عليه بقى على طول بالشوربة بتاعتي أغطّيه، وبُصّوا بقى أنا باعمل إيه، بادّي له طبعًا الشوربة فيها الملح بتاعها وكل حاجة، بادّي له بس رشّة من الفلفل الأسود، وباقلّبه وباسيبه يغلي غلوتين 2 وباطفّي عليه واغطّيه بغطا، وهو كده تمام واستوى معايا وزي الفل وبيبقى مفلفل وجميل. نيجي بقى للرز المعمّر باللحمة أو المدسوس باللحمة أو الرز الدَس زي ما بتسموه. أنا جِبت هنا 4 كوبايات من الرز، يعني كيلو من الرز، رشّيت عليه كده فلفل أسود والملح بتاعه ورشة من بهارات اللحمة فقط لا غير، باقلّب بقى كويس جدًا، وجبت الطاجن بتاعي دهنته بالزبدة، وهانزل بنُص كمية الرز اللي موجودة عندي واسويها بالشكل ده في الطاجن. كانت بقى اللحمة معايا استوت، بُصّوا أهو باورّيكم الحبّهان واللورة اللي أنا حطيتهم موجودين، وباخد بقى اللحمة بتاعتي بقى واخدة طعم تحفة، وبُصّوا مستوية 3/4 سِوَى ومكمّل السِوَى بتاعها مع الرز، تمام. أبتدي بقى أحط اللحمة بتاعتي كده، بس بانضّفها طبعًا من البصل بقى والبهاريز اللي موجودة دي، مش بتترمي على فكرة، أنا باخلّيها كده باحمّر بطاطس محمّرة وباحطها في الصوص ده بيبقى طعمها تحفة، مش بارميه خالص. أنا باورّيكم أهو الحبّهان وورق اللورة، وبعد كده بارُش عليهم رشة فلفل أسود بس، وبعد كده هانزل بباقي الرز اللي إحنا طبعًا مطعّمينه بالبهارات بتاعتنا البسيطة عشان ما نغيّرش طعم الأكلة خالص، وطاجن الرز ده في حتّة تانية خالص. بُصّوا بقى دي الكارثة اللي حصلت، البريم فرقع، طبعًا نقلته في بريم تاني، بس هو كل اللبن اتفضّى منه، أنا نزلت عليه بكيلو لبن اتفضّى منه خالص، فنقلته في برام تاني، وبعد كده حطيت بقى كيلو لبن تاني، وبعد كده حطيت نُص كوباية من المَيّة مغلية عشان السِوَى، وحطيت بقى معلقتين قشطة من فوق الوش، وحطيت الأول معلقة زبدة كده أو سمنة كبيرة، ودخّلته الفرن لحد ما استوى، وبقى بالشكل القمر ده زي ما أنتم شايفين. البطاطس دي أنا عملتها معاكم قبل كده، لو حد حابب الطريقة بتاعتها ما رضيتش أعيد الفيديو يعني هابقى أنزّلها لكم تاني. بُصّوا بقى الملوخية، شايفين لسان العصفور مفلفل وما شربش الشوربة كلّها إزاي وجميل، حاجة بجد تحفة كده. بُصّوا بقى باعمل رز أحلى دَس ده والّا إيه. بُصّوا اللحمة بقى مستوية وعايزة أقول لكم خطيرة وسخنة مولعة، بُصّوا أنا قسمتها وهي سخنة ومستوية ودايبة ولونها تحفة وريحتها في منتهى الجمال. وبُصّوا بقى كمان الرز مفلفل وجميل إزاي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وبألف هنا